وسهلا. في هذه الحلقة غادا نهضروا على موضوع أصعب من المشروع، ولكن ما غاديش نهضروا عليه بالتفصيل، غادي نعطيو عليه غير نظرة، لأن هذه السلسلة متعلقة بالأساسيات ديال إدارة المشاريع. هضرنا قبل على المشروع، هضرنا على العمليات، هضرنا على تنظيم المشاريع، يعني حتى حاجة ما تتمنعنا أننا نهضروا في هذه الحلقة على البرنامج ما عنده حتى علاقة ببرنامج المعلوميات، ما عنده حتى علاقة بالتطبيقات. البرنامج هو واحد المجموع ديال المشاريع ولا برامج صغرى تيكون عندهم هدف عام موحد تيقسموا بعضياتهم. باقي مازال ما فهمتوا. نسهلوا الامور ونعطيو مثال، لان المثال ديما تيسهل الامور للجميع. تنحاول نفكر في شي، حيت نهضر عفوي، تنحاول نفكر في شي مشروع ولا ماشي مشروع، استراتيجيه كبيره اللي خدام عليها المغرب. حنا في هذا الزمان ولا في هذه الاعوام الاخيره عندنا ما هو رقمنه، عندنا ما هو ذكاء اصطناعي. فمثلا المغرب قرر يمشي في هذه الاستراتيجيه ديال الرقمنه، وبغى يدير لنا رقمنه التعليم والدراسه بالذكاء الاصطناعي. لا تخيلنا ان هذا استراتيجيه كبيره للمغرب وبغينا نديروا واحد البرنامج في هذا المجال. غادي نحاولوا نخلقوا بزاف ديال البرامج صغرى ولا مشاريع تدور في نفس الاطار وعندها نفس هذا الهدف الاستراتيجي. كمثال، المشروع الاول هو اننا نوصلوا الكهرباء ونوصلوا الانترنت لجميع المدارس في المغرب، حيت ما يمكنش حنا نديروا الرقمنه وحنا اصلا ما عندناش الضوء. يعني هذا هو المشروع ديالنا الاول، ان كل شيء وصلوا الكهرباء، كل شيء وصلوا الانترنت. المشروع الثاني غادي يكون هو مع الناس اللي خدامين في التطوير ديال التطبيقات، يخدموا على التطبيقات اللي تتسهل التعليم، ولكن يكون هذا الشيء هذا مأقلم مع الثقافه ديالنا، مع اللغه ديالنا. وحيت عندنا حنا ثقافه متعدده الاختلاف، تنهضروا من الشمال حتى الجنوب المغرب، كلها والثقافه ديالو، كلها واللغه ديالو، كلها واللهجه ديالو، كلها والتقاليد ديالو. يحاولوا هاد المطورين هادو يخلقوا لنا برامج تطبيقات اللي هي سهله على حسب المستوى الدراسي ديال، نهضروا على الابتدائي، نهضروا على الاعدادي، نهضروا على الثانوي، وكذلك تختلف على حسب الجهه. يعني هذا هو المشروع حتى هو كبير، مكلف لنا، نقدروا نعتبروه برنامج وتابعينه مشاريع صغيره مكلف لنا غير بهاد التطبيقات. البرنامج الصغير ولا المشروع الثالث اللي هو في العقل ديالي تيجيني انه من اللا منطقي انك تهضر على الرقمنه ديال التلاميذ وانت عندك اصلا اساتذه ما تيفهموش في التكنولوجيا، ما تعرفوش يتعاملوا مع وسائل التكنولوجيا. كاين اللي عمرو استعمل الحاسوب، كاين اللي عمرو سمع الذكاء الاصطناعي. يعني خصك دير مشروع كبير اللي عنده مشروع خدماتي اللي عنده علاقه فقط بالتعليم وتطوير هاد الاساتذه، وتعطيهم واحد البيداغوجيه كيفاش يوصلوا للتلاميذ، كيفاش يتعاملوا بهذه الوسائل. ويكون هذا هو المشروع الثالث اللي داخل في هذا البرنامج. ودابا فكرنا في هذه البرامج كاملين غادي نعرفوا بانهم كاملين عندهم نفس الهدف معين، هذاك الهدف المحدد اللي هو استراتيجيه ديال المغرب، رقمنه التعليم. تنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. انا عطيت مثال معقد، ولكن هذا المثال معقد فهمتوه ووضح الامور، فتقدروا نتوما راسكم هذه المره، ماشي انا اللي نعطي امثله. نتمنى نتوما تعطيوني امثله ديال البرنامج مع المشاريع الصغرى. ولا فهمتوا هذا المجال غادي ندوزو في الحلقه المقبله شي حاجه اكثر من البرنامج واكثر من المشروع. بقاو معايا.